بالاحترام حسام غالي اليوم بتصرفه فوق الملعب بروحه العاليه وامكانياته الفنيه، صناعه الهدف ضربه الجزاء الثانيه اللي فرقت في المباراه بشكل رائع جدا. يعني صحيح وليد سليمان طلب الكره بشكل صحيح، ولكن الكره نتاعو بالدقه بالكواليتي بالتايمينج اللازم صراحه. واخلاقيا خالد تحس انه لعيبه زملاء الكل محترمينه بشكل رهيب جدا. اللعيب الوحيد اللي في الوطن العربي راسه لفوق، دماغه عاليه، شايف ليدر قائد هيعرف يدير مباراه. في كورتين جايبينهم الكره اللي عمل منها صبري رحيل في اول الشوط الثاني، والتحول من الدفاع للهجوم لعصام غالي. لا، لعيب بيديك راحه نفسيه عاليه جدا للمدير الفني واللعيبه والجمهور وكل شيء. بسم الله ما شاء الله. يعني لعيب لازم نقول عليه انه فعلا في الوقت الحالي اهم لعيب في الكره المصريه بالكامل. اهم لعيب في الكره المصريه مدرب المنتخب المصري ما يستدعيه للمنتخب كابتن محسن. هو بينظر على اساس انه بيجدد صفوف الفريق، ولكن يعني انت بتجرنا لاستعاده ذكريات نفس الاحلال والتبديل اللي استعنت به في منتخب مصر ال 95، وكان من اللاعبين الناشئين، لعب مان تو مان في مركز قلب الدفاع ضد تيري هنري الهداف الاول لفرنسا واوروبا، لعب ضد لاعب